دي ترابيزه ميني. اتسمت ليه ترابيزه ميني؟ عشان فيها كل حاجه. احنا قعدنا على الترابيزه عشان الناس اللي بتشكك معانا في المتانه، ده اللي بيتباع في السوق وده اللي احنا بنشتغل بيه. ايه الفرق ما بين دوت والفرق ما بين دوت؟ انا هنا لما بربط مسمار، المسمار ده ممكن يجي في الفراغات بتاعتي او المفصله بتاعتي الراكبه في الكونتر تتفك مني بعد فتره، غير الكونتر اللي احنا شغالين بيه كله مساماته مقفوله، فبالتالي ما يتاثرش معاك باي حاجه. زي الترابيزه الميني الاثنين باف اللي موجوده معانا، معاها 2 باف بالكيفيه دي. في طبعا ستورج، هي ترابيزه متعدده الاستخدامات، ممكن نستخدمها مكان سفره، حد قاعد هنا وانا قاعد هنا، هي وضعيه السفره الطبيعيه جدا فيها. الترابيزه الميني الاثنين باف هتكون معانا مناسبه جدا للمساحات الصغيره، الاوضه الليفنج الصغيره اللي ما عندوش اوضه سفره بره، او يحطها قدام مثلا لو انا عامل كيتشن مفتوح او حاجه نقدر نستغلها بالشكل ده. الترابيزه وهي بتتقفل معايا دي الوضعيه بتاعتها. رجعت معانا تاني الترابيزه للمساحه الصغيره اللي هي 60 سم في متر. طبعا ده درجه البراون الفاتح، في منها البراون الغامق، درجه بنيات فاتحه، درجه بنيات غامقه، في منها ممكن اعملها كلها ابيض في ابيض، وطبعا البافين بينزلوا تحتيها بالشكل ده، بتلم نفسها تماما. بنستخدم الترابيزه الميني كسفره، كمكتب، ترابيزه ليفنج، فهي تقريبا بتديني الغرض بتاع جميع الاستخدامات اليوميه. مقاس الترابيزه الميني الاثنين باف، العرض بتاعي 60 سم، الطول بتاعي متر، ده وهي مقفوله مع البافين. لما اجي بتتفتح معايا زي ما احنا وضحناها، ال 60 سم اللي موجودين هيبقوا متر و20، المتر و20 بتاعي في الطول بتاعي المتر. الترابيزه الميني متوفره دلوقتي اونلاين في سامي مودرن، لو حابب تطلبها عن طريق الفيسبوك، الانستجرام، الويب سايت بتاعنا، ابعت لنا دلوقتي على رسائل الصفحه عشان تعرف كل التفاصيل.